بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في مراجعة ليلة الامتحان في مادة الرياضيات فرع الجبر. طبعا إن شاء الله إحنا هنمتحن جبر يوم السبت. النهاردة طبعا أنا بعمل معاكم ليلة الامتحان، يعني بستعرض معاكم شكل الامتحان بيكون إزاي، خاصة إدارة يريا التعليمية. إحنا معانا امتحان 2012 2013 وشكل الامتحان بيبقى زي كده. الامتحان عبارة عن 5 أسئلة. السؤال الأول هنا بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. رقم 1: المقدار س تربيع ناقص 6 س زائد ك مربعا كاملا إذا كانت الكاف بيساوي نقط. وطبعا مدين اختيارات، بيقول لي 36 3 9 12. أنا ما يعنيش في الاختيارات قد إني عايزك تفهم الكاف ديت بجيبها إزاي. الكاف دي لو كانت في النص فليها قانون، ولو كانت في الآخر ليها قانون، ولو كانت في الأول ليها قانون. الكاف هنا جات مكانها فين؟ جات مكانها في الآخر. يبقى معنى كده إن الكاف ده عبارة عن الحد الأخير، والحد الأخير بعمل إيه فيه أو بجيبه إزاي؟ مربع الحد الأوسط. يبقى الحد الأوسط تربيع على 4 في الحد الأول. تمام كده؟ الحد الأوسط هنا اللي هو سالب 6 س، يبقى سالب 6 س تربيع على 4 في الحد الأول اللي هو س تربيع. طبعا هنا السالب هنا ما بيظهرش تاني لأن الأس زوجي، وأضرب 6 في 6 بستة وتلاتين، س في س بس أس 2، و4 في س تربيع ب4 س تربيع. الس تربيع تروح مع الس تربيع، أصبح هنا في البسط 36 وفي المقام 4. 36 على الأربعة فيها التسعة، يبقى الكاف هنا بيساوي كام؟ بيساوي 9. يبقى على طول عيني على الاختيار اللي فيه التسعة، الاختيار اللي قبل الأخير. طيب رقم 2: الجذر التربيعي ل2 لكل أس سالب 2. مبدئيا كده أنا ممكن أحذف الجذر، ممكن أحذف الجذر خالص وأنزل العدد ده اللي هو 2، وأقسم الأس على 2. طبعا سالب 2 على 2 فيها سالب 1. طيب دلوقتي أنا عايز أتخلص من الأس السالب، على طول بشقلب. إزاي يعني الاتنين دي كأنها على 1، لما أجي أقلبها هتبقى 1 على 2 أس 1. يعني معنى كده إن جذر 2 أس سالب 2 ديت هتديني نص. أختار الاختيار اللي قبل الأخير. رقم 3 بيقول لي إذا كانت س ناقص ص يساوي 2 وس زائد ص يساوي 8 فإن س تربيع ناقص ص تربيع، وبيديني اختيارات. طبعا هنا س تربيع ناقص ص تربيع ده لو تلاحظ معايا إن هو أصلا فرق بين مربعين، فلما أجي أحلل الفرق بين مربعين بحلل إزاي؟ بحلل قوس وقوس. بحلل الس تربيع وهي عبارة عن س في س، بحلل الصاد تربيع عبارة عن صاد في صاد، السالب عبارة عن موجب في سالب. تمام؟ طيب هو بيقول لي هنا س ناقص صاد ب2. ايه س ناقص صاد؟ يبقى اشيلها كده واحط 2 في س زائد صاد ب8، يبقى اعوض عن س زائد صاد ب8. اصبح هنا القوس س زائد صاد ب8 والقوس س ناقص صاد ب2. لما اضرب 2 في 8 ب16، يبقى اختار الاختيار اللي قبل الاخير اللي هو ال16. رقم 4 بيقول لي هنا مجموعة حل المعادلة س مضروبة في س ناقص 2 بيساوي 0 هي: طالما حاصل الضرب بيساوي 0 يبقى أنا بساوي السين دي بصفر، وبساوي س ناقص 2 بيساوي 0، يبقى السالب 2 لما تروح الناحية التانية بإشارة مخالفة هتبقى 2. يبقى أنا معايا السين بصفر ومعايا السين ب2، فعشان خاطر بيسألني عن مجموعة الحل لازم أحطهم في قوس مجموعة، يبقى 0 و2 الاختيار الثاني. رقم 5 بيقول لي احتمال وقوع الحدث المؤكد بواحد صحيح، يبقى أختار 1 صحيح، ولو كان عايز الحدث المستحيل كنت قلت إيه؟ بيساوي 0. نيجي بعد كده للسؤال الثاني: أكمل ما يأتي. 2 س تربيع ناقص 5 س زائد 2. طبعا ده مقدار ثلاثي غير بسيط. في أكتر من طريقة إن أنا بحل بيها المقدار الثلاثي الغير بسيط، وأغلب
المدرسين الزملاء بيحلوا بيه الطريقة الأسهل اللي هي إيه؟ إن أنا بحوله لثلاثي بسيط. كل اللي أنا بعمله إن أنا بضرب المعامل في الحد المطلق، فهيصبح عندي س تربيع ناقص 5 س زائد. لما أضرب الاتنين في 2 ب4 أصبح المقدار ده مقدار ثلاثي بسيط، بحلله عادي قوس وقوس. بحلل الس تربيع عبارة عن س في س، وبحلل الأربعة كام في كام أضرب ويديني 4، أجمع ويديني 5. طبعا 4 في الواحد أو 1 في الأربعة. هنا إشارة الحد الأخير بالموجب، يبقى القوسين بياخدوا إشارة الأوسط، يبقى هنا سالب وهنا سالب. ما تنساش الاتنين ديت اللي أنت ضربتها هترجع تقسمها تاني، هتقسم هتقسم ده على 2 وهتقسم ده على 2. طبعا هنا أدي س ناقص 4 على 2 فيها الاتنين، وطبعا هنا الواحد ما يقبلش القسم على 2، يبقى تاخد المقام ده وتروح لازقه في السين اللي هو 2 س ناقص 1. طب ايه السؤال؟ السؤال هنا ان هو حلل لك قوسين، بس في قوس عندك موجود. ادي القوسين، في قوس منهم موجود اللي هو 2 س ناقص 1 اهو، 2 س ناقص 1، يبقى القوس الثاني هيبقى س ناقص 2، يبقى اكتب هنا س ومكتوب ناقص واكتب هنا 2. رقم 2 وده نقطة مهمة جدا. بيقول لي 6 أس ن زائد 1 يساوي، هفك هنا اهو، هقول عبارة عن ايه؟ ال6 أس ن زائد 1 دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 6 أس ن في 6 أس 1. تاني 6 أس ن في 6 أس 1. ليه؟ لأن أصلها لما أعمل كده يا ولاد بصوا، طالما جمع أسس يبقى دي كانت ضرب. لما أقول 6 أس ن في 6، هنا الأساس شبه الأساس، فأنا باخد 6 وبجمع الأسس، ن زائد 1، ن زائد 1 أهو، يبقى أنا رجعتها له لأصلها. طيب بيقول لي إذا كان 3 أس س يساوي 1 فإن س 3 أس إيه ب1، أي حاجة أس صفر ب1 يبقى الس ديت بصفر. رقم 4 ده طبعا فرق بين مكعبين، بعمل قوس صغير وقوس كبير. القوس الصغير بجيب الجذر التكعيبي لس تكعيب س ناقص والجذر التكعيبي للتمانية 2. طب القوس الكبير بعمل ايه فيه؟ بضرب الاول في نفسه مرتين، س في س بس أس 2 زائد ثابته. بضرب الثاني في نفسه مرتين، 2 في 2 ب4. بعكس الاشاره دي لو سالب تبقى موجب، ودي لو موجب تبقى سالب، بس هنا سالب فانا اخليتها موجب، واضرب الاول في الثاني، س في 2 ب2 س. رقم 5 بيقول لي إذا كان 2 أس س بيساوي 3 فإن يعني قيمة الاتنين أس س بيساوي 3، فهو عايز هنا 4 أس س. طيب الأربعة دي يا ولاد مش ممكن أنا أفكها 2 في 2 وأدي أس س أهو، الأربعة أفكها 2 في 2 وأروح موزع الأس مرة على الاتنين الأولى ومرة على الاتنين التانية، هيبقى 2 أس س في 2 أس س. طيب أنا عندي 2 أس س ب3، يبقى اشيل الاتنين أس س ديت واحط 3، واشيل الاتنين أس س واحط 3، و3 في 3 ب9، 3 في 3 ب9، يبقى هنا دي كده ب9. نيجي بعد كده للسؤال الثالث رقم أ، بيقول لي أوجد قيمة س إذا كان 2 أس س ناقص 1 يساوي 8. مفيش مشاكل. بص يا ولاد، هنزل الطرف الأيمن زي ما هو اللي هو 2 أس س ناقص 1 يساوي، انا هشيل ال8 واحط مكانها 2 عشان اخلي الاساس زي الاساس. 2 اس كام ب8؟ 2 اس 3. كده الاساس شبه الاساس، يبقى اساوي الاس بالاس، يبقى س ناقص 1 يساوي 3. اصبحت معادله عاديه اقدر اجيب منها قيمه السين، يبقى اقول له كده 3 واودي السالب 1 الناحيه الثانيه باشاره مخالفه تبقى موجب 1، يبقى 3 زائد 1 يديني 4، يبقى قيمه السين ب4. رقم ب، هنا مسألة لفظية. بيقول لي ايه؟ بيقول لي عدد حقيقي إذا أضيف إلى مربعه كان الناتج 30. عدد، يبقى أقول له كده نفرض أن العدد هو س، نفرض أن العدد هو س. كلمة مربعه معناها س تربيع. طب هو بيقول لك أضيف العدد ده، أضيف يعني السين ده هزود عليه الس تربيع، تمام، عشان يبقى الناتج 30. وممكن اعكس عادي عشان دي جمع، يعني اقول له س تربيع زائد س يساوي 30. طيب انا ممكن ادخل ال30 من جوه
يبقى اقول له كده س تربيع زائد س ناقص 30 يساوي صفر. دخلت ال 30 من جوه عشان يبقى ده مقدار ثلاثي بسيط. احلله ازاي المقدار الثلاثي البسيط؟ الس تربيع عباره عن س في س، كام في كام اضرب ويديني 30، اطرحه يديني 1، يبقى 5 في 6 او 6 في 5. هنا الاشاره سالبه، يبقى القوس الكبير ياخد الاوسط، يبقى هنا موجب وهنا سالب. طالما حاصل ضرب القوسين بيساوي صفر، يبقى اساوي القوس الاول بالصفر اللي هو س زائد 6 بيساوي صفر، واساوي القوس الثاني بالصفر اللي هو س ناقص 5 بيساوي صفر. طبعا هنا اقول الس بيساوي، هودي الستة باشاره مخالفه تبقى سالب 6، وهودي السالب 5 الناحيه الثانيه باشاره مخالفه تبقى 5. يبقى العدد، خلي بالك لو قال لي موجب فانا كده هرفض السالب. طب هل هو قال لي موجب؟ لا، هو قال لي عدد حقيقي، يبقى اقول له العدد ده هو سالب 6 او 5. هو ده ايه؟ هو ده العدد. نيجي بعد كده للسؤال الرابع. السؤال الرابع يا اولاد، او اي سؤال بيبقى فيه تحليل فبيجيب لي 4 مسائل تحليل. طبعا احنا واخدين 6 انواع من التحليل الترم ده، وفي نوع ملغي فهيجيب 4. اول حاجه هنا بيقول لي حلل تحليلا تاما، فمديني هنا 4 س تربيع ناقص 9. ده طبعا مربع ومربع وبينهم ناقص او فرق، يبقى ده فرق بين مربعين. كل اللي هعمله هربع الاربع س تربيع، افكها عباره عن 2 س في 2 س، والتسعه عباره عن 3 في 3، والسالب عباره عن موجب في سالب او سالب في موجب. رقم 2 س تكعيب زائد 1، ده طبعا مجموع مكعبين. بحلله ازاي؟ بعمل قوس صغير وبعمل قوس كبير. القوس الصغير ما هو الا ان انا بجيب الجذر التكعيبي للحد الاول والجذر التكعيبي للحد الثاني، يعني الس تكعيبي جذرها س زائد الجذر التكعيبي للواحد 1. طب القوس الكبير بجيبه ازاي؟ بضرب الاول في نفسه مرتين، س في س بس اس 2، هنا زائد ثابته. بضرب الثاني في نفسه مرتين، 1 في 1 بواحد، دي موجب بعكس الاشاره، بضرب الاول في الثاني، س في 1 بواحد س. تمام كده؟ يبقى الرقم 1 المسألة الأولى دي فرق بين مربعين، المسألة الثانية مجموع مكعبين. تعالى كده نشوف المسألة الثالثة اللي هي س تربيع ناقص 7 س زائد 10. ده طبعا تحليل مقدار ثلاثي بسيط. بعمل قوسين عاديين، بحلل الحد الأول اللي هو الس تربيع اللي هو عبارة عن س في س، بشوف الحد الأخير بحلله. العشرة دي كم في كم أضرب ويديني 10، أجمع ويديني 7. طبعا 5 في 2 أو 2 في 5، لأن 5 في 2 ب10، ولو جمعت ال5 زائد ال2 يديني 7. إشارة الحد الأخير هنا بالموجب، يبقى القوسين دول ياخدوا إشارة الأوسط، يبقى هنا سالب وهنا سالب. النوع الرابع مديني 4 حدود، معنى إن يديني 4 حدود يبقى ده كده تحليل بالتقسيم. تمام؟ أدي ال4 حدود، ألف س زائد الب س زائد الألف صاد زائد الب صاد. هاخد الأول والتاني مع بعض والتالت والرابع مع بعض وبينهم إشارة الزائد، يعني كل اللي أنا هعمله هعمل قوس زائد قوس. هاخد الأول والتاني مع بعض اللي هو ألف س زائد ب س، هاخد التالت والرابع مع بعض في قوس اللي هو ألف صاد زائد ب صاد. هاخد عامل مشترك هنا في القوس الاولاني، طبعا هنا في س وهنا في س، فانا باخد السين عامل مشترك، هيتبقى معايا جوه القوس الف زائد ب، لان انا السين خدتها هيتبقى الف والسين خدتها هيتبقى ب. طب ايه العامل المشترك هنا؟ لاحظ معايا ان هنا في صاد وهنا في صاد، يبقى اخد الصاد عامل مشترك. طب الصاد اخدتها يبقى في الف، الصاد اخدتها يبقى في ب. الخطوه الاخيره بشيل الزائد دي، ليه؟ لان انا عندي هنا في قوس بيتكرر، يبقى انا كده هعمل قوسين، القوس اللي بيتكرر باخد منه واحد بس اللي هو الف زائد ب. طب ايه اللي هيتبقى معايا في القوس الثاني؟ س زائد صاد، اهو س زائد صاد. وبكده يبقى احنا اخدنا ال4 انواع من التحليل. يبقى هنا خدنا ثلاثي بسيط وفرق بين مربعين ومجموع مكعبين وتحليل بالتقسيم. السؤال الخامس طبعا وده سؤال الاحتمال، بيقول لي هنا صندوق به 10 بطاقات متماثلة مرقمة من 1 إلى 10، على طول يبقى الفاء اللي هي فضاء العينة من 1 ل10، 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9
و10. طبعا عددهم الكلي 10 اهو، يبقى ن ف بيساوي 10. طيب نقرا السؤال تاني كده واحده واحده. بيقول لي هنا صندوق به 10 بطاقات متماثله مرقمه من 1 إلى 10 خلطت جيدا ثم سحبت منها بطاقه واحده عشوائيا ولوحظ العدد المكتوب عليها. اكتب فضاء العينه، انا كتبته. ثم اوجد احتمال ان تكون الكره المصحوبه تحمل عددا فرديا. بصوا يا جماعه كده، الاعداد الفرديه اف دول اعداد فرديه، يبقى احتمال البطاقة المسحوبة تحمل عددا فرديا يساوي، طبعا المقام 10. ايه الاعداد الفردية؟ الواحد فردي والتلاتة فردي والخمسة فردي والسبعة فردي والتسعة فردي. عد 1 2 3 4 5، يبقى 5 على 10 يعني نص. تمام. طيب رقم 2 احتمال ان تكون البطاقة المصحوبة تحمل عدد يقبل القسمة على 5. طيب برضو المقام 10. فين الاعداد اللي بتقبل القسمة على 5؟ الخمسة ادو الرقم والعشرة، مفيش غيرهم عددين اللي بيقبلوا القسمة على 5، الخمسة والعشرة. عددهم كام دول؟ عددهم 2. طبعا 2 على 2 فيها الواحد، و10 على 2 فيها الخمسة، يبقى معايا خمس. ده السؤال الخامس ألف. آخر فقرة في السؤال الخامس ممكن أحلها هنا. اختصر جذر 3 أس 4 في جذر 3 أس 3 على جذر 3 أس 5. طبعا هنا لو تلاحظ معايا ان جذر 3 زي جذر 3 وفي بينهم في، يعني الأساس شبه الأساس، فأنا باخد جذر 3 واحدة وبعمل ايه للأسس؟ بجمعهم. 4 و3 7 على جذر 3 أس 5 يساوي. هنا في قسمة في جذر 3 في البسط وفي جذر 3 في المقام، يبقى ادي جذر 3 واطرح الاسس، اخد جذر 3 واحده واطرح 7 ناقص 5 يديني 2. وطبعا جذر 3 اس 2 ب3 لان جذر 3 في جذر 3 ب3. ده كان امتحان الجبر 2012 2013. كده انتهينا من حل امتحان 2012.